السلام عليكم واهلا بكم عشاق النادي الكتالوني في مقهى الرياضة ومع حصاد برشلونة اليومي. لا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس لتصلكم اخبار البلاوغرانا اولا باول. فالفيردي يوضح حالة مصابي برشلونة ويتحدث عن عودة بيدرو إلى كامب نو. شكوى نيمار ضد برشلونة، والد اللاعب يفجر مفاجأة كبرى. جاياردو يرفض برشلونة ويستمر مع ريفر بليت. برشلونة يصدم عمالقة أوروبا بشأن موسى واجي. برشلونة يخطط للتعاقد مع رومانيولي وميلان يرد. كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عن حالة لاعبيه المصابين قبل المباراتين القادمتين مساء السبت ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني، ومن ثم المباراة المؤجلة ضد ريال مدريد الكلاسيكو يوم الأربعاء القادم. وقال فالفيردي في مؤتمره الصحفي: آرثر ميلو وصل بانزعاج من آخر مباراة مع منتخب البرازيل، كان عليه التوقف بعد مباراة أتلتيكو مدريد وسنرى ماذا سيحدث. وجوده أمام سوسيداد مشكوك فيه، وإنسو فاتي على ما يرام ويشعر بالهدوء بعد هدفه الأوروبي. نحن نحرص على شفائه من انزعاج في أوتار الركبة. ألبا وسيميدو تدربوا مع الفريق لأيام وربما يشاركون بصفة أساسية. وتحدث فالفيردي عن إمكانية التوقيع مع بيدرو رودريغيز نجم برشلونة السابق ولاعب تشيلسي الحالي خلال الميركاتو الشتوي القادم، فقال: بيدرو لاعب تاريخي في البارسا وأحد اللاعبين الذين يتمتعون بالعديد من الألقاب، لكنه في ناد آخر وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل. وختم قائلا عن فيدال وإنتر ميلان: الميركاتو لم يبدأ بعد، لدينا 3 مباريات مهمة ونحن نعتمد عليه، سنرى ماذا سيحدث بعد نهاية العام. يبدو أن الأمور لم تتضح بالكامل في القضية بين البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة سابقا. وكانت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية نشرت بأن نيمار دا سيلفا رفع دعوى قضائية على برشلونة من أجل دفع 3.5 مليون يورو كجزء من راتبه في موسمه الأخير قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان 2017. وأوضحت أيضا أن الدولي البرازيلي اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده بعد توقيعه لسان جيرمان والرحيل عن البلوغرانا. وفي هذا الصدد كشف والد نيمار عن كافة التفاصيل بشأن شكوى نجله من أجل الحصول على مستحقاته المتبقية مع برشلونة. وقال والد اللاعب في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي: هذه القضية قديمة وكانت منذ أن غادر اللاعب برشلونة، موضحا أنه شعر بالأذى خلال هذا التوقيت مما جعله يرفع الدعوى في هذا الحين. وأشار إلى أن كل شيء في طريقه من أجل الحل في الفترة المقبلة، مشددا على أنهم يريدون التوصل لاتفاق مع إدارة الكتالان لأن هذا هو الحل الأفضل لجميع الأطراف. وأوضح أن علاقتهم برئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو جيدة للغاية ولا يوجد ما يدعو للقلق. وعن عودة نيمار مرة أخرى إلى كامب نو أوضح والده قائلا: لا أعلم ما تحمله الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب ما زال عقده ساريا مع باريس سان جيرمان. نفى مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي ريفر بليت وجود أي خطة للانضمام إلى تدريب برشلونة خلال الفترة الحالية، مؤكدا استمراره رفقة فريقه الأرجنتيني. وأكد المدرب أنه لم يتردد لحظة لواحدة بشأن استمراره مع بطل الدوري الأرجنتيني ولا يمتلك أي خطة للمغادرة. وأوضح في مؤتمر صحفي يوم 2 من يناير المقبل: سوف أكون هنا لأبدأ المرحلة التحضيرية للعام الجديد مع ريفر بليت. وتابع قائلا: أحتاج لبعض الوقت من أجل الراحة، ولكنني لم أشكك أبدا في أن مستقبلي مع أي فريق آخر غير ريفر بليت. إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لديه عقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند يسمح له بالتمديد لعام إضافي. وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية إقالة المدرب الباسكي خلال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج، لكن إدارة البارسا نفت في عدة مناسبات إمكانية رحيل صاحب 55 عاما. وارتبط مدرب هولندا رونالد كومان خلفا لفالفيردي، ولكنه لن يرحل عن الطواحين سوى عقب انتهاء يورو 2020. خلال الأسابيع القليلة الماضية كان ثمة تحركات في سيوتات خوان جامبر مقر تدريب برشلونة، واستفسرت عديد من الأندية عبر كشافها عن المواهب الشابة في النادي الكتالوني، ولعل أحد تلك المواهب هو توديبو وموسى واغو وفقا لما أوردته صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية. وجذب واغو الظهير الأيمن أنظار العديد من الأندية الكبرى في إسبانيا، إضافة إلى الأندية الأربعة الكبرى في الدوريات الأوروبية: الدوري الألماني، البوندسليغا، والإيطالي، والفرنسي، وقبلهم بالطبع الإنجليزي الممتاز.
ممتاز البريمير ليج. وبالطبع فإن كافة الفرق التي طلبت الحصول على خدماته قوبلت بالرفض من قبل إدارة الكتالان، والتي فضلت عدم التفريط في اللاعب خلال الوقت الحالي. وجاء رد برشلونة على طلبات تلك الأندية بجملة واحدة: لا، ليس الآن. ولا يخطط برشلونة للسماح برحيل السنغالي خلال سوق الانتقالات الشتوية. أما في الميركاتو الصيفي فسيكون الوضع مختلفا على الأرجح، وربما يتركون الباب مفتوحا أمام دراسة أي عروض مقدمة لضم واغو. ويرتبط موسى واغو صاحب 21 عاما بعقد يمتد حتى 2023 في برشلونة، وظل اللاعب في منطقة الظل حتى مباراة ليغانيس في الدوري الإسباني الممتاز الليغا، والتي شارك فيها أساسيا وخاضها كاملة. وقبل تلك المباراة لم يشارك المدافع السنغالي رفقة برشلونة ولو لدقيقة واحدة، لكن وبعد أن أبلى بلاء حسنا أمام ليغانيس عاد مرة أخرى ليستعين به إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، كما أكمل المباراة التي خاضها برشلونة ضد انتر ميلان على ملعب السان سيرو. ومع اقتراب عودة ظهور سيميدو في صفوف البلوغرانا خطف واغو أنظار مدربه، والذي من الممكن أن يستعين به أساسيا في مركز الظهير الأيمن. والآن ومع دنو انطلاق بطولة كأس ملك إسبانيا والربع الأول من عام 2020 المشحون بمباريات كثيرة وكبيرة، يتوقع الكثيرون أن يمنح واغو مشاركة أكبر في مباريات البلوغرانا. وإلى خبرنا الأخير مع رومانيولي. ذكر موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي بأن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع أليسيو رومانيولي قائد ونجم خط دفاع ميلان. وانتقل رومانيولي ابن 24 عاما لصفوف ميلان صيف 2015 قادما من روما الإيطالي بمبلغ 25 مليون يورو. وبعد انضمامه لميلان أصبح رومانيولي أحد أهم نجوم الروسونيري بل وقائده بسبب مستواه المميز والثابت طوال المواسم الماضية. وأشار الموقع بأن رومانيولي قد شارك في جميع مباريات ميلان هذا الموسم بدون أن يتعرض لأي إصابة، مما دفع إدارة برشلونة إلى التفكير في التعاقد معه ليكون قائد خط الدفاع بعد رحيل الأسطورة جيرارد بيكي. وأضاف الموقع بأن البارسا ليس الفريق الوحيد الراغب في التعاقد مع رومانيولي بل أيضا أتلتيكو مدريد، ولكن رد ميلان جاء سريعا بعدم رغبته في بيع قائده رومانيولي، وستعمل إدارة الروسونيري على التفاوض معه من أجل تجديد عقده. الجدير بالذكر أن عقد المدافع العملاق سينتهي مع ميلان صيف 2022 بعد أن قام بتجديد عقده صيف العام الماضي. إلى هنا معشر الكتالان انتهى حصادنا. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تتوقعون عودة مرتقبة لنيمار إلى ملعب كامب نو؟ أيضا ما هي توقعاتكم للمباراة القادمة أمام سوسيداد وأيضا لقمة الكلاسيكو؟ لا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار البلاوغرانا أولا بأول.